السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس عايزه استفسر، اسال سؤال. اللي ما شفناش، احنا ما شفناش كده اللي بيقطعوا شرايين ايديهم على اليوم الوطني السعودي، اي يوم وطني بقى خليجي بيحتفلوا بيه. احنا ما شفنالكوش ليه شويه كلاب احتفال كده ببلدكم، يعني ب 6 اكتوبر ما شفناش، يعني ما شفناش ليه حاجه زي كده؟ ولا انتوا خايفين من الداعمين اللي بيكرهوا مصر، اللي بيحدفوا لكم قرشين وبيبقوا كارهين مصر؟ خايفين منهم؟ خايفين يطلعوا يقولوا لكم انتوا ايه ده، انتوا بتحتفلوا ببلدكم؟ طيب ما احناش حاطين لكم حاجه يا شويه كلاب. انت يالا ولا انت يا بت لما بتطلعوا امك كده تسقف لك يوم الوطني وتشحتوا كده على اللايفات، انت امك ما بتقولكيش كده احنا في 6 اكتوبر والمفروض ان انتوا تحتفلوا زي ما بتعملوا كده؟ امك ما بتسقفلكوش؟ امك ما بتسقفلكوش كده؟ ولا ابوك ولا انت شخصيه بتبقى رب اسره؟ يعني احنا بنشوف ناس كبيره بغال واجداد كمان وبيحتفلوا باليوم السعودي او بيوم اماراتي او باي يوم وطني لاي دوله داعمه لاي دوله. ما بنشوفش حد منكم يعني بيحتفل تقطع شرايينكم كده؟ ما تقطعش شرايينكم ليه لما تحتفلوا ببلدكم؟ شويه كلاب. طيب طلعتوا دعمتوا وعملتوا واحتفلتوا وقطعتوا شرايينكم عشان خاطر اي دوله تانية، اي دوله تانية. هل انت يا ترى لما يوم 6 اكتوبر شفت خليجي احتفل معاك بالنصر بتاعك؟ شفت خليجي احتفل معاك؟ اكيد لا، ما شفتش الا قليل. واحترامه واحتفالهم كان محترم، ان هم بيطلعوا يدعوا لنا بالنصر على طول وربنا يحفظ مصر. ما بيعملوش زيكم كده. طبعا انتوا مش واجهه لمصر، او انتم مش هتبقوا مش هتبقوا الواجهه بتاعتها، ولا حتى لكم قيمه اساسا فيها، لان انتوا شويه عيال مالكوش اي 30 لازمه. القرش سيدكم، القرش سيدكم انتم واهاليكم، مش انتوا لوحدكم، انتم واهاليكم. لما الام تطلع تسقف لابنها او بنتها وهو عمال يتنطط ويرقص لده، ويا ابن الخليج، ويا ابن مش عارفه مين، ويا ابن قطر، ويا ابن ليبيا، ويا ابن مش، هي ما عرفتش تربي. هل بقى شفتوا انتوا حد احتفل بينا بانتصارنا يوم 6 اكتوبر؟ قليل، مع احترامي الشديد ليكم، مع احترامي الشديد لاخواننا العرب. انما انا ما شفتش حد طلع يحتفل معانا زي ما هما بيعملوا شحاتين اللايف، اللي هما مش واجهه لينا، مش هما اللي هيخلوا حد يقول علينا احنا مش كويسين، مش دول اللي هيعملوا لمصر، اللي هيوقعوا مصر او تبقى صورتنا وحشه او يوحشوا صورتنا قدام حد. مش دول. كل بلد فيهم نفس الاشكال دي، بس طبعا انا بعلق على الاشكال اللي عندنا، انا ماليش دعوه بالاشكال اللي بره، ماليش دعوه بيهم وما يلزمونيش في حاجه. انما انت ياله، ومش هقدر اقول كلب لان الكلب اشرف وانضف منكم. الكلب بيحافظ على مكانه، الكلب لما بيلاقي حد يجي على مكانه بياكله. انما انتوا لا، انتوا مش هتعملوا كده، انتوا مش هتعملوا كده. بالعكس، انتوا لو حد جه بلدكم بالمنظر ده ورمالك قرشين هتبيع بلدك وتجري في حضنه. انت بقى كواحد تطلع تطبل لهم وتحتفل بيهم بطريقه شاذه جدا، بطريقه وحشه جدا. الله اكبر، لا اله الا الله. فمش انت يالا اللي هتبقى واجهه لينا. دلوقتي انت طلعت دعمت ورقصت وعملت وهبلت، ما شفناش كلب فيكم طلع، لا خنزير، لان الكلاب انضف منكم. ما طلعتش دعمت بلدك يعني، ما طلعتش كده وقفت دعمت بلدك يعني، زي ما طلعت رقصت كده للخلايجه عشان يرمولك قرشين. ما طلعتش ليه دعمت بلدك؟ بس دي شغلتكم، انتوا اتربيتوا على كده، على قد قله الاصل. انتوا ما عندكوش اصل، ما تربطوش على الاصول.
ما تربطوش ان تبقى عندكم كرامه، ده طبيعي طبيعي. مع ناس ما تربوش على الاصول، ما لقوش حد اساسا يعلمهم الاصول، وده امر طبيعي. اتمنى كده تبقوا رجاله، ما اعتقدش ان انتوا في يوم تبقوا رجاله، بس اتمنى. وبالنسبه للخلايجه، انا واحده عمرها ما تحتفل بحاجه مش بتاعتها او مش تبع بلدها، والاقي ان محدش يحتفل بينا. يعني انا ما اعملكش حاجه او نحتفل بحاجه كلنا نصر لينا، وبعدين الاقي في الاخر ان حد بيركننا. بتركني ليه؟ انت مش احسن مني في حاجه؟ ولا زي ما انت هتحتفل بحاجه تبعي انا هحتفل برضو بحاجه تبعي، انما انا مش زي اي حد يعني من اللي هم بيطلعوا يشحتوا والكلام بس. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.